ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما في احسن حال وفي اتم صحة وسعادة وخير. النهاردة معانا وصفة من الرقي والفخامة، الكرواسون بأبسط واسهل طريقة، وهيكون مورق وطعمه جميل جدا. وبكيلو دقيق هنملى البيت كله خير وفرحة. وهنعمله بالجبن المشكلة والشوكولاتة او اي حشوة انتوا تحبوها. هنبدأ بالمقادير. معانا كيلو دقيق متعدد الأغراض، كوبايتين لبن، 2 معلقة لبن بودرة، 3 معالق كبار سكر، بيضة، معلقتين خميرة فورية، 3 معالق كبار زبدة، نص معلقة ملح. ومعانا طبعا أهم حاجة هو المحسن الطبيعي اللي دايما بنشتغل بيه في المعجنات. معلقتين دقيق، معلقة خل، كيس بيكنج باودر، ومعلقتين زبادي، ونحطهم كلهم مع بعض وهنقلبهم ونحطهم مع العجينة. ودلوقتي هنبدأ نحط كل المكونات الجافة مع بعض، وهنضيف البيضة، وبعد كده هنحط اللبن بالتدريج، ونفضل نعجن لمدة 10 دقايق. أهم حاجة العجن كويس جدا، نفضل نعجنها كويس لحد ما العجينة تلم وتبقى ناعمة، وهيكون ده الشكل النهائي بتاعها. ومن أسرار نجاح الكرواسون ان الدقيق يكون نوعه كويس، والزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ونفضل نضربهم كويس. دلوقتي اخر حاجة هنضيف الزبدة ونضربها كويس لحد ما العجينة تتلم. وده شكل العجينة بعد ما خلصت، ناعمة جدا وطرية. هناخد العجينة ونقسمها على نصين، وبعد كده هناخد العجينة ونسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعد كده هنبدأ ناخدها ونقسمها على 2. كل قطعة هنقسمها على 6 قطع، وهنبدأ في تشكيلها ونفردهم كلهم. وده شكلهم بعد ما كورناهم. وهنبدأ ناخد النص التاني ونشيله نريحه، هنبدأ في الفرد كل قطعة لوحدها. واهم حاجة ان احنا نفردها بسمك رقيق. وبعد ما نفرد الطبقات كلها، هنبدأ نجيب زبدة وندهن كل طبقة بالزبدة ونحطهم فوق بعض. وده النوع التاني، ان احنا هنجيب زبدة ونحطها في النص ونبدأ نبنطها. انا جبت لكم طريقتين، النهاردة هنبدأ بالطريقة التانية اللي هي الاسهل من التبنيط. انا وريتكم بس النهاردة شكل التبنيط ازاي هنعمله، ودلوقتي هنبدأ في الطريقة التانية. هنفرد القطع كلها ال6 قد بعض، وهنبدأ نحط الزبدة، ندهنهم بالزبدة ما بين كل واحدة والتانية ونحطهم فوق بعض. كل واحدة هنبدأ نحط فيها الزبدة ونحطها. ده بيعمل توريق وبيعمل طبقات حلوة جدا وسهل. وبعد كده هنجيبهم كلهم ونريحهم في التلاجة لمدة نص ساعة. وبعد ما ارتاحوا في التلاجة هنبدأ نفرد فيهم. وبعد كده قطعناهم ونجيب الحشوة ونحطها في النص وهنلفهم بالطريقة دي. هو سهل جدا وبسيط، وهنلفها والعجينة مرنة وجميلة جدا وسهلة. ونفضل نلفهم كلهم لحد ما نخلص كل الكمية، وهيبقى الموضوع سهل وبسيط جدا. وممكن تشكلوها زي ما تحبوا وتحطوا لها الحشوات اللي تحبوها. وده شكله بعد ما خلصناه. هنسيبه يخمر نص ساعة، وبعد كده هنجهز المادة اللي هندهنها هندهن الوش بلبن ومعلقة نسكافيه سريعة الذوبان. وده شكله بعد ما خلصناه، وهيكون محطوط في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة. وده شكله النهائي، هيعجبكم جدا، طعمه لذيذ جدا وهش وكله مورق. وده شكله وطعمه حلو جدا جدا جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ومستنية دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب. واستنوني في الوصفة الجاية بأسرار وتكات جديدة. سلام.